نقدر ان احنا ناخد اللي احنا عاوزينه بشكل متوازن بشكل صحي؟ ايه اللي نبتعد عنه تماما، اللي ممنوع في شهر رمضان وعموما عشان صحتنا، وايه اللي ممكن ان احنا في هذا الشهر يعني نتغاضى عنه ولكن بالكميات البسيطه؟ الفطار والسحور مهمين جدا، لازم نفطر ونتسحر. في ناس تقول لك يا دكتور انا باجي في رمضان بلغي وجبه السحور، ودي من الحاجات الخاطئه ان الاشخاص اللي بيعملوها في رمضان بيفقدوا صحتهم في رمضان. في ناس بتكتسب وزن زايد في رمضان بسبب ان هم بياكلوا وجبتين وياكلوا ما بين الوجبات اكل كتير غلط. لذلك احنا دايما مكسرات وحلويات بقى بالظبط بيهملوا في اكل النشويات والسكريات، وخصوصا بكميات كبيره، وخصوصا كمان لو هي فيها كمان دهون فبتبقى المشكله اكبر. فبالتالي احنا دايما بننصح الاشخاص اللي هم في رمضان لازم تنظم نفسك، تفكر في فوائده مش في اضراره. احنا في الصيام احنا طول اليوم بيبقى عندنا 16 ساعه 15 ساعه حسب هو بيجي في الشتاء او في الصيف، فتره طويله جدا مفيش اكل مفيش شرب مفيش سوائل خالص بتدخل جسمي، فبالتالي الجسم بيبقى له احتياج من الاكل والشرب والسكريات والفيتامينات والمعادن، هياخدها في وقت صغير اللي هو من الفطار والسحور. فبالتالي لازم اوزع وجباتي من الفطار والسحور، اخد القيمه الغذائيه بتاعتي متكامله، لازم اخد كميه سوائل كافيه للاحتياج الجسم على مدار الفتره بتاعتي من الفطار للسحور.